أشد من هذا، يوجد من يحفظ القرآن أو يحفظ كثيرا من القرآن وتكون قراءته أو صوته بالقرآن جميل ومخارجه جميلة ويشرك بالله، يقرأ آيات الشرك وآيات التوحيد وكل هذه النصوص يقرأ يمر عليها في القرآن الكريم ويشرك. بسبب ماذا؟ بسبب النشأة الضالة على أشياخ الضلال ودعاة الباطل والطرقية، فينشأ نشأة على هذا الطريق، يقرأ الآيات تجده يقرأ مرات كثيرة إياك نعبد وإياك نستعين، ومعناها نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، ويقول مدد يا شيخ فلان، وهو يقرأ إياك نعبد، وهذا من أساليب الحصر في اللغة، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك.